السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنعمل كاسات الجيلي بالفواكه بالنوتيلا، حاجة ولا أروع. في البداية خالص أنا معلش وما كنتش واخدة بالي إن الكاميرا بتشتغل. أنا هنا بعمل جيلي عادي جدا. جايبة ده جيلي مشمش، كوباية مية مغلية وعليه كيس الجيلي وعليه معلقة من السكر، وبقلبهم كويس مع بعض. بعد كده بحط كوباية مية ساقعة وبقلبهم وبسيبهم على جنب هنا يبردوا. جبنا هنا الفواكه بتاعتنا. انا بما ان انا عامله جيلي مشمش بجيب معاه مشمش وموز، بقطعهم قطع صغيره كده زي السلطه زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنجيب كاسات مناسبة، عندك بقى كاسات، عندك كوبايات عاملاها بقى لضيوف كده جايين لك، تعملي لهم كاسات الجيلي دي طعمها رهيب يعني. عاملاها لولادك يعني، اختاري الكاسات براحتك خالص. ونجيب معانا صينية. انا عايزة الصينية اللي انا هجيبها زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الكاسات انا بميلها ازاي؟ انا عايزه الكاسات تبقى مايله بحيث ان هي تبقى مرفوعه لفوق شويه من الطرف. فبجيب حته الكرتون اللي على شكل اسطواني دي، وبحطها وبحط فوقها الكاسات بحيث ان هي تبقى مرفوعه لفوق شويه. شوفي بقى هنا معايا، انا بجيب كل كاسه بحط فيها معلقه من المشمش وعليها معلقه من الفراولة. باحط بُصّي الجيلي تحطّي يا دوب معلقتين، وممكن ما تحطّيش دلوقتي خالص، هاقول لِك دلوقتي ممكن تبقي تحطّي إمتى، بس أنا علشان باصوّر فكنت مضطرة إن أنا أحُط قدّامكم. بتملي الكاسات كلّها معلقة مشمش ومعلقة من الفراولة وعليهم معلقتين 3 من الجيلي، وبتحطّيهم بشكل مايل كده. بعد ما تخلّصي الكاسات بتاعتِك أنا باخدها وباودّيها التلاجة. وحتى أنا يعني مصوّرة لكم صورة كده، أنا عايزاكم تيجوا عند الصورة دي وتبقوا توقّفوها وتشوفوا أنا حاطاها في التلاجة بشكل عامل إزاي. شايفين كلّها أهو محطوطة بشكل مايل. أنا الخطوة دي المفروض إن أنتِ تعمليها بعد ما تحطّيها جوّه التلاجة، بس أنا على يعني ما كنتش واخدة بالي، ما تخيّلتش إن أنا ممكن أصوّرها لكم وهُم في التلاجة. إن أنتِ بقى تملي الكاسات لغاية ما الجيلي أهو شوفي وقّفي لي الحتّة دي. أنا جِبت حتّة كرتون تحت الصينية تاني من تحت علشان ترفعها أكتر، وبعد ما بترفعها أكتر باقوم أزوّد شوية جيلي شوية بشوية. عندنا هنا أنا الكريم شانتيه ما عملتوش قدّامكم لإن أنا كان عندي شوية من وقت ما كنت باعمل التورتة. ده كريم شانتيه عادي جدًا، مش شرط الكريم شانتيه اللي بالشوكولاتة ده، ممكن يكون أبيض بس سادة، بس أنا علشان كان عندي ده وده فجبتهم ولخبطتهم مع بعض. الكريم شانتيه بيتعمل إزاي؟ تقدري إن أنتِ تروحي تجيبي الفيديو بتاع التورتة وتعرفي هو بيتعمل إزاي. هو عمومًا كوباية مَيّة ساقعة مع كوباية كريم شانتيه عليهم معلقة سكر، وبتضربيهم كويس جدًا بالمضرب الكهربائي. بعد كده لمّا بتلخبطيهم على بعض بتحطّي عليهم شوية نوتيلا، والنوتيلا دي برضه إحنا عاملينها في فيديو مع بعض، بتمزجيهم مع بعض وتحطّيهم في التلاجة. أنا هنا باعمل الجزء التاني. ده جيلي أناناس، جيلي أناناس كلّنا بنبقى عارفينه برضه. وبعد بكيس الجيلي مع معلقة سكر مع كوباية مَيّة سخنة بنقلّبهم، بعد كده بنحط كوباية مَيّة ساقعة بنقلّبهم ونسيبهم. بعد كده لإني عاملة جيلي أناناس فباجيب معاه أناناس، وطبعًا الموز أساسي معانا. هل ينفع فواكه تانية؟ ينفع فواكه تانية، دي حرية اختيار ليكِ، بس لمّا بيبقى الجيلي مع نفس لون الطعم بيبقى حلو أوي. دي الكاسات أهي بعد ما طلعناها من التلاجة، شايفين أكيد هتبقوا متخيلة المنظر عامل إزاي. الجنب اللي تحت ده كله خلاص الجيلي مسك في الفواكه وأصبحوا ثابتين. بتبدئي إن أنتِ تقلبيهم كده بحيث إن المكان الفاضي هو اللي يكون تحت. وعايزة أقول لِك إن في المرحلة دي لازم جدًا إن الجيلي اللي أنتِ بتحطيه الجزء التاني ده لازم يكون بارد تمامًا، ما ينفعش تحطيه سخن، لإن لو هو سخن هيسيّح لِك الجيلي القديم والاتنين يدخلوا على بعض. عشان كده أنا الجيلي ده باقوم أحطه في التلاجة، يعني إن هو يسقع سِنّة بسيطة، أنا مش عايزاه يجمد، أنا عايزاه يسقع بس بحيث إن درجة السخونية تروح منه تمامًا. وبنبدأ نعمل نفس الحركة اللي إحنا عملناها في المرة الأولى. ودّيهم التلاجة وارفعيهم بشكل
زي ما أنا وريته لكم كده على كرتونة، وابدأي زودي الجيلي بتاعك بحيث إن الجيلي يجي على طرف الكوباية. شوفي بقى هنا بعد ما طلعوا من التلاجة يعني، جنب فيه الجيلي بالأناناس، وجنب فيه الجيلي بالمشمش، وفي النص ما بينهم فاضي، في النص الفاضي اللي ما بينهم ده هنجيب الخليط اللي احنا عملناه. هنملى الكاسات كلها كده من النص بالجيلي اللي احنا بالمزيج اللي احنا عملناه ما بين النوتيلا وما بين الكريم شانتيه، ونساوي الكاسات من فوق خالص. ممكن تجيبي كيس حلواني وتبدأي تمليه بالمزيج ده وتحطيه في كل كاسة، بس الموضوع مش مستاهل يعني. الكاسات من فوق واسعة اهي، عملتها بالمعلقة. بعد كده بتجيبي بقى منديل مطبخ وتبدأي تمسحي كل الأطراف علشان لو في أي حاجة طالعة كده ولا كده تكون الكاسة معاكي نظيفة. بعد كده كان فيه لقطة عدت وأنا ما قلتلكوش هي دي ايه. جبت قطعة شوكولاتة وبشرتها بالمبشرة اهي، ببدأ أحط من فوق كده شوكولاتة من فوق. بصوا بقى الكاسة دي اسمها ايه، يا نهار شوكولاتة للأمانة يعني. النوتيلا بقى مع الشوكولاتة مع الكريم شانتيه، يعني يعني اولادك هيغمسوا النهارده بشوكولاته كده. اتمنى الفيديو لو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وكفايه المنظر اللي انتوا شايفينه ده، اعتقد كده كاسات تشرفك في اي عزومه لو حد جايلك. شكرا لمتابعتكم.